وفي أرجاء القصر كانت هناك فتاة صغيرة اسمها أنستازيا، أصغر بنات القيصر نيكولا الثاني. تمتعت بروح مرحة وعقل لامع، وكان راسبوتين أقرب الناس إليها. كانت تدون كلماته في دفاترها الخاصة، وترتدي قلادة تحمل صورته، وترسل إليه رسائل مكتوبة بخط يدها، وفي إحداها كتبت: رأيتك في منامي. وفي عام 1916 كانت روسيا تترنح، الحرب تنهش جنودها، وسمعة راسبوتين تتدهور. تآمر عليه 5 من النبلاء، دسوا له السم فلم يمت، أطلقوا النار عليه فبقى واقفا، وفي النهاية كبلوه وألقوه في نهر نيفا. وحين عثر على جثته كانت يداه مرفوعة كأنها تودع أو تتوعد. وبعد عام واحد اندلعت الثورة البلشفية، اقتيدت العائلة الأمبراطورية إلى قبو في مدينة يكاترينبورغ، وأعدموا جميعا بالرصاص، لكن جثمانا واحدا لم يعثر عليه، إنه جثمان أنستازيا. قيل أنها ماتت، لكن امرأة ظهرت لاحقا في برلين تدعى آنا أندرسون ادعت أنها أنستازيا، وكان على ذراعها وشم صغير كتب فيه: لم يمت، إنه يسكن داخلي. وبعد سقوط الإمبراطورية بسنوات عثر على غرفة صغيرة خلف جدار مزيف صندوق صغير يحمل شعار العائلة الملكية، وفي داخله صورة قديمة لراسبوتين، بجانبها ملاحظة مكتوبة بخط طفولي: أراك كل ليلة تماما كما وعدتني. إن راودك الشك في نهاية هذه القصة فاضغط إعجابا وشاركنا رأيك في التعليقات.